تفتكر ممكن عبد يبقى سلطان؟ ده بالظبط اللي حصل مع المماليك. ناس اتخطفوا من بلاد بعيدة زي شرق أوروبا والقوقاز وتركيا واتباعوا كعبيد، بس بقى هم حكام مصر والشام وسيطروا على مكة والمدينة. الموضوع بدأ في القرن التاسع لما الخلفاء العباسيين قرروا يكونوا جيش خاص من ولاد صغيرين يربوهم على ايديهم، يدربوهم على الفروسية والقتال ويعلموهم الإسلام، والنتيجة فرقة مقاتلة مخلصة للحاكم 100%، ملهاش لا قبيلة تحركها ولا عيلة تتدخل في قراراتها. للمماليك لأنهم كانوا أنسب ناس للحكم العسكري، لا عندهم مصالح ولا أطماع سياسية، يشتغلوا بالأوامر، وده كان كنز للحاكم. المماليك في مصر من تحت راية صلاح الدين للسيطرة على الحكم. سنة 1169 صلاح الدين سيطر على مصر. كان المماليك جزء من جيشه جنب العرب والأكراد، بس بعد صلاح الدين ابنه الملك الصالح أيوب قرر يعتمد عليهم بشكل كبير جدا. ليه؟ لأنه كان خايف من عيلته ومن الصليبيين، والمماليك كانوا بالنسبة له حصنه المنيع. ولما مات سنة 1249 قامت خناقة على الحكم، بس المماليك كسبوا الجولة وخدوا السلطنة لنفسهم وعينوا سلطان منهم وخلوا القاهرة عاصمتهم، ومن ساعتها القاهرة بقت واحدة من أهم مدن العالم الإسلامي. المماليك ما وقفوش في مصر، لا وسعوا حكمهم لحد الشام وسيطروا على بلاد كبيرة من سنة 1250 ل 1517. في الوقت ده بقت دولتهم أقوى سلطنة في العالم الإسلامي، وحكموا مكة والمدينة كمان، ونظامهم كان مختلف مش وراثي زي باقي الدول، لأ اللي يثبت نفسه هو اللي ياخد الحكم. عشان كده سموها السلطنة المملوكية. أنواع المماليك 2: البحريين والبرجية. أصلهم تركي وكانت قاعدتهم جزيرة الروضة على النيل. حاولوا يخلوا الحكم وراثي ويأسسوا سلالات. البرجية من 1382 ل 1517. أصلهم شركسي وقاعدتهم كانت في قلعة الجبل. بدأوا مع السلطان برقوق وسيطروا على الحكم بعد كده. المماليك محاربين قبل ما يكونوا حكام. السلطان قطز وقف قدام المغول وهزمهم في عين جالوت في وقت كان العالم كله مرعوب من جيشهم، وبعده جه بيبرس وقلاوون وابنه خليل وطردوا الصليبيين من الشام ومصر واحدة واحدة. نهاية المماليك بداية الضعف ونهاية الحكم. زي أي إمبراطورية نهايتهم جت بالتدريج. من سنة 1382 بدأت المشاكل. الأوبئة دمرت الزراعة والتجارة، البرتغاليين ضربوا التجارة البحرية، الجيش اتقسم وبقى فيه خيانات، حصل تميز بين الشركس وباقي المماليك وده زود التوتر. الحكم ضعف جدا خصوصا في عهد السلطان كونسويل غوري اللي مات في حربه مع العثمانيين. سنة 1517 العثمانيين دخلوا مصر وأنهت السلطنة رسميا، بس المماليك كانوا لسه موجودين. دخلوا في نظام الحكم العثماني وخدوا مناصب وفضلوا عايشين بنفوذ. وفي سنة 1811 محمد علي باشا جمع قادة المماليك في القلعة وقال لهم تعالوا هنتعشى سوا، وفي وسط العزومة أمر جنوده يقفلوا الأبواب، وبدأت مذبحة خلص فيها على أكتر من 400 مملوك وانتهى عصرهم نهائيا. صدق أو لا تصدق، لما نابليون غزا مصر سنة 1798 بعض المماليك انضموا ليه. واحد منهم اسمه روستان بقى الحارس الشخصي لنابليون نفسه، وبعد كده شاركوا في الجيش الفرنسي في فرقة فرسان، رغم ان القانون الفرنسي كان بيمنع توظيف الأجانب. في العمارة بنوا مساجد ومدارس وقلاع وأزبلة لسه واقفة لحد النهاردة زي جامع السلطان حسن ومسجد قايتباي. وفي الفن شغلهم في الزخارف والمعادن والخشب كان قوي، وفي التجارة كانوا بيحركوا اقتصاد المنطقة خاصة التوابل والحرير. المماليك ما كانوش مجرد جنود أو سلاطين، دول ناس بدأت من الصفر ووصلت لقمة المجد، وفضلت حكايتهم محفورة في التاريخ. إرثهم لسه بيعيش لحد دلوقتي في الشوارع والعمارة وحتى في الحواديت.